الدعم كامل اللي تعطى للمغرب الاخضر وموراها برنامج اليوتيس او الجيل الاخضر وكذا، شكون اللي استفدوا منه؟ 17 شخص. تصور على ان 17 شخص كياخذوا اكثر من 3 مليار ديال الدولار باش يجيبوا لنا الاغنام ويبيعوها ب 5000 درهم للمغاربه. 17 شخص هما اللي استفدوا. حزب التجمع الوطني الاحرار وشي شويه من البام. شحال خداو شي 3 المليار ديال الدولار. 3 المليار ديال الدولار من المال العام ديال المغاربه، من القوت اليومي ديال المغاربه. وما كانش الله رحم بالشتاء، حنا كنا مهددين غنفتحوا الروبيني كما كيقول العثماني وما غيخرجش الماء. هذا فيها دعم ديال الاستيراد 500 درهم الراس على مر 3 سنوات، وفيها الاعفاءات الضريبيه خداوها 17. المغاربه تكرفصوا في هذه الاعياد وما عيدوش وكذا. زياده على هذا الشيء الفضيحه الكبرى شنو هي ان هاد الناس كانوا كيتفاوضوا مع هاد الشركات بيع الاغنام قبل ما يخرج قرار الدعم. بمعنى عارفين ان المعلومه خرجت وهذه هي ماشي غير تضارب المصالح، هذا تناطح المصالح. هذه كارثه ان تكون عندك اصحابك تعطيهم المعلومه تقول لهم شوف من دابا واحد 3 شهور راه غيخرج واحد الدعم ديال 500 درهم.